في يوم حلو على شط راس البر، أحمد قرر يغير جو مع أسرته. الشمس كانت قربت تغيب والنسمة جاية من البحر. منى قالت: بص يا أحمد، الشمس قربت تغيب، خلينا نلحق نقعد قبل ما الدنيا تليل. ريتاج متحمسة قالت: يلا بسرعة بقى، عايزة ألحق أصور الغروب. منى قالت: أنا وريتاج ومروان هنعمل مشوار للشاليه نغير هدومنا. أحمد رد: ماشي، أنا هقعد هنا مع روكي. قصادهم كان في زوج وزوجة قاعدين بيشربوا قهوة. الزوجة قالت بخوف: الكلب ده بيراقبنا ليه؟ أنا مش مرتاحة. وفجأة روكي يتحرك ناحية الترابيزة بتاعتهم. فجأة الزوج صرخ: ايه ده؟ والزوجة: يا نهار أبيض. وقتها رجعت منى وريتاج ولاروان. منى بانفعال: روكي عيب عليك كده، تفزع الناس. روكي قعد على الأرض وعيونه زعلانة. ريتاج أضربت وقالت: ماما والله ما كانش قصده، ده طول الوقت كان قلقان علينا. مروان قال: أيوة، ده حتى كان مركز في السكة اللي إحنا جايين منها. الزوجة ابتدت تهدى وقالت: يعني كل النباح ده عشانكم انتو؟ الزوج: شكله فعلا وفي ليكم. منى قالت: إحنا أسفين جدا، خلاص مش هتتكرر. أحمد: يلا بينا نقعد ونكمل اليوم من غير دوشة. رجعوا كلهم يقعدوا، الترابيزة اتظبطت والجو رجع هادي. مروان قال وهو بيضحك: أنا شايف إن روكي بطل اليوم. ريتاج: بطل إيه يا عم؟ ده خوف الناس. أحمد: المهم إننا كلنا بخير. منى: وأحلى حاجة لمتنا دي.